الفيديو ده هديك فيه خبرة سنة كاملة وهوفر عليك شهور من التعب والتجارب والأخطاء اللي عملتها في ثانوية عامة 2026. حرفيا هاخدك معايا من أول يوم في السنة لحد الامتحانات، هقول لك بالظبط إيه اللي المفروض تعمله وإيه الأخطاء اللي أنا وقعت فيها والمفروض أنت تتجنبها. أنا بجد في دفعتي لو كان في فيديو زي ده كان زماني جبت فوق 90% مرتاح. وعلى فكرة أنت تقدر تجيب فوق 90% حتى لو ما فتحتش كتاب في أولى أو تانية ثانوي. أهم حاجة خلص الفيديو للآخر وما تضيعش على نفسك حلمك وكل اللي انت بتتمناه. ما تقلقش، هعرفك تجربتي كامله من اول يوم لحد فتره المراجعات، وهنخش على الامتحانات وما بعد الامتحانات كمان، وهقول لك خطوه بخطوه المفروض تعمل ايه خلال السنه، وهقول لك برضه تبدا السنه ازاي وايه المشاكل اللي هتقابلك كده وقابلتني وقابلت الدفعات اللي قبلينا، وهقول لك ازاي برضه تتعامل معاها. فركز معايا كويس وهات ورقه وقلم لان الفيديو ده هيبقى مرجع كامل ليك طول السنه، حرفيا مش هتحتاج غيره. بدات السنه بعقليه مثاليه جدا، كنت حاطط سيناريو معين حاطه في دماغي، هو ده اللي كان في دماغي، وكنت فاكر ان السنه هتمشي عليه بنسبه 100%. فكنت كاتب الكليه اللي انا كنت عايزها، كاتب الكليه البديله، كاتب الكليه الثالثه البديله للاولى وللثانيه، وكاتب رينج للمجموع اللي انا كنت عايزه، وبرده الرينج ده كان فيه الكليات اللي انا كتبت انا محتاج ايه المفروض اعمل ايه في يومي عشان اصلا اوصل للمجموع ده او للرينج ده. يعني كتبت مثلا ان انا عايز اعمل 1 2 3، كان من ضمن ال1 2 3 دي ان انا لازم اصحى بدري، وده اجباري عليك وهفهمك قدام شويه هتعمل ايه. بس مبدئيا العقليه المثاليه اللي قلت لك دخلت بيها هي كانت بتقول لي ان انت لازم تصحى بدري ولازم تصحى من الفجر، وبعد كده بعد ما تخلص الفجر تعمل 1 2 3 كده. دوبك انت عندك 5 مواد، كل ماده تحطها في يوم ومعاك يومين، دول بقى هتعمل لهم المراجعه. دي العقليه اللي انا كنت داخل بيها، والعقليه المثاليه جدا اللي كلكم تقريبا بتفكروا بيها دلوقتي. فما تفكرش ان انت لوحدك اللي عملت كده، انا واللي قبليه ودفعتي كلها والدفعات اللي قبلينا كلها والدفعات اللي هتيجي ودفعتك بيقولوا نفس الكلام، وكلنا بنبدا بطموحات عاليه. بالفعل ما كانش كده خالص، على الرغم ان الطموح موجود وعلى الرغم ان الشغف موجود، الا ان انا ما بداتش بقوه زي ما الناس بتبدا اصلا. ليه؟ لان انا اصلا جاي من سنه تانية ثانوي ما كنتش تقريبا بفتح كتاب حرفيا، فجيت في سنه ثالثه حاطط طموحات عاليه قوي ومعدل مذاكره معين وعدد ساعات معين ونوم في اوقات معينه، وكل الكلام ده انا اصلا ما كنتش بعمله من قبل كده اذا كان في دراسه او في غيره. اذا انا برفع الطموحات وبحط امكانيات فوق امكانياتي. مش عيب جدا ان انت تكون في ليفل تحاول ان انت ترتقي للليفل اللي بعده، انما انا اصلا كنت جاي ما فيش مذاكره تقريبا في سنه ثانيه ثانوي، وبالتالي انا لما ضربت في السنه كانت اول غلطه ليا اللي هي اصلا قبل ما تبدا السنه. عقليه مثاليه جدا، عليه طموح عالي جدا، ومفيش مشكله ان انت طموحك يبقى عالي بس يكون مواكب امكانياتك ويكون مواكب التصرفات بتاعتك برضو خلال السنين اللي فاتت، ويكون مش مراهن على الفاضي، لان انا راهنت على نفسي وانا مفيش قبل كده حاجه تدل ان انت ممكن تعمل المجهود ده، فانا راهنت والحمد لله ربنا وفقني. بس الكلام ده هي غلطه في البدايه ممكن تكون تكلفك، يمكن ما كلفتنيش بس يمكن قدام انت تكلفك. فابدا بامكانياتك، شوف انت امكانياتك فين وقول انا عايز اطور عليها، عايز اعلى عليها، وهكذا. كده بقى خلصنا من العقليه المثاليه انا كنت داخل بيها، اللي هي حته ان انا اصحى بدري، اخد الراحه بتاعتي بين الصلوات، يعني مثلا الفرق بين الفجر والظهر هي دي هتبقى فتره المذاكره، واخد الراحه مثلا اللي هي فتره الظهر، هرتاح بتاع ساعه ولا ساعتين، بعد كده اخد الفتره اللي ما بين الظهر والعصر، بعد كده من العصر للمغرب وهكذا، ويبقى اخري خالص لحد المغرب، ويبقى انا كده مذاكر فوق ال 12 ساعه. الكلام ده اصلا مش بيحصل وافهمك قدامي. احنا كده خلصنا على المثاليه، تعالى بقى نخش دلوقتي على المشاكل اللي واجهتني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مشكله قابلتني اللي انا كنت حاططها في الاول اصلا، اللي هي فكره النوم. انا واحد مش متعود ان انا اصحى الفجر اصلا، ولا اصحى 6 7 8، مفيش الكلام ده، مش بصحى الكلام ده خالص. انت اذا بتحط على نفسك ضغط وعايز تتحول من ان انت واحد في اجازه، او ان انت واحد اصلا من سنه تانية ثانوي وما بتفتحش كتاب، ودخلت من تانية ثانوي دي دخلت على اجازه قعدت فيها بتاع 3 شهور، ومن ال3 شهور دول المفروض هتخش ثانويه عامه ثالثه ثانوي السنه الجايه، فانت حرفيا انت جاي من راحه وعايز من الدار للنار على طول كده. يلا انا هصحى الفجر، يلا انا هصحى بدري، يلا انا همسك مادتين 3، يلا انا هكسر الدنيا، انا يلا هفرتك. مفيش الكلام ده. وما تحطش طموحات وتحط امال على حاجه انت مش ماشي عليها. الصح واللي بيحصل دايما ان انت بتكون في ليفل ممكن تدوس على نفسك شويه وتبقى في ليفل تاني اعلى، انما ما تجيش وانت منبطح خالص كده باين اهو، ما تجيش وانت منبطح خالص تقول لي لا انا عايز ابقى في ليفل عالي، ما ينفعش ومش هيحصل. ودي كلها الصوره المثاليه.
انا مش بحبطك من اول السنه، مش بحبطك، بس لازم تبقى فاهم ايه الفرق بين الصوره المثاليه وبين الواقع. الصوره المثاليه بتقول لك هتصحى بدري وتنام بدري وتقوم وتخلص اللي وراك ومش عارف ايه، ويبقى عندك وقت تتمرن وتروح التمرين بتاعك وتلعب وتهزر وتنزل مع اصحابك والكلام ده. الكلام ده مش بيحصل الا لما تكون انت اصلا متعود ان انت بتصحى بدري، غير كده انت هتعاني وهتعاني جامد. فاول مشكله قابلتني زي ما بقول لك ان انا عانيت جامد في موضوع الصحيان، مش عارف اصحى بدري. كل ما اجي اظبط المنبه وانام بدري انا دماغي متسيستمه على ان انا اقوم 10 و11، مش عارف اقوم، مش عارف اقوم. كل ما اجي اظبط المنبه على حاجه معينه بنام بعدها 3 ساعات، اقفل المنبه وانام، اقفل المنبه وممكن اقوم بعدها ب5 6 ساعات. فدي كانت اول مشكله مقابلاني، وفضلت على فكره بعاني منها طول السنه. انت بتتكلم 10 شهور 11 شهر، انا فضلت ال 11 شهر حرفيا حتى في فترات المراجعه فضلت موضوع الوقت ده مزنوق معايا. فتعلم ان انت تدير وقتك من دلوقتي، بس كان انت كنت دفعه بكالوريا او ان انت دفعه ثانويه عامه اللي هي السنه دي اللي هي اخر سنه بالمناسبه، فانت لازم تتعود من دلوقتي. هتقول لي كورسات مثلا بتاعت المدرسين وهقول لك قدام هتعمل ايه وهتتعامل معاها ازاي. كورسات اللي هي التاسيسيه، عربي فيزياء كيمياء انجليزي جغرافيا ايا كان كنت انت شعبة ايه، هقول لك بالظبط ازاي تتعامل مع الحاجات دي تخليها تاهلك ان انت قدام تبقى كويس. بس هي دي مشكله النوم والتوقيت والكلام ده؟ لا، مشكله النوم والتوقيت ادت لمشكله تانية، وبصراحه دي كانت مشكلتي بتاعت السنه كلها. يعني اكتر مشكلتين كانوا قاعدين معايا السنه كلها، المشكله الاولانيه بتاعت الوقت والنوم ودي انا اتغلبت عليها قدام، والمشكله التانية اللي هي كانت ناتجه من المشكله الاولانيه وهي مشكله التراكمات. بص مش هضحك عليك، التراكمات هي اللي ممكن قللت مني بعض الدرجات في بعض المواد. فكره التراكمات طول السنه. التراكمات ايه التراكمات دي؟ انا مثلا النهارده خدت حصه، نزل لي حصه فيزياء يوم الثلاث مثلا، هي كانت بتنزل لي الاربع، نزلت لي حصه يوم الاربع، رحت انا اعمل ايه؟ يا عم بدل ما اخدها الاربع خليها الخميس، خليها لي الجمعه. وانا يوم الخميس والجمعه انا فاضي؟ لا، انا يوم الخميس نزل لي حصه كيمياء. انت فاهم حاجه؟ فاللي هو انت بدل ما كان يبقى عندك حصه كيمياء في يوم وحصه فيزياء في يوم، لا انت بقى عندك حصه فيزياء وحصه كيمياء المفروض هما الاثنين يوم الخميس. طب ده ادى لايه؟ ادى لان انا كنت فاكر برضه بالعقليه المثاليه اللي قلت لك عليها، ابص على الحصص الاقي لك حصه 3 ساعات، يا عم حلو، اليوم فيه اصلا 24 ساعه، هصحى بدري اخلص ال3 ساعات، هقعد اراجع مره واثنين وثلاثه، يا عم هرجع لحد 3 ساعات كمان نفس الدرس اللي انا خدته، يعني هاخد الدرس في 6 ساعات بواجباته بحل دي العقليه المثاليه اللي انا كنت عليها. بس الواقع بيقول كده؟ الواقع مش بيقول كده. الحصه اللي في 3 ساعات تخلص في 5 عادي جدا، عادي جدا عادي جدا. ما تقوليش ازاي، لان انت هتشوف مهما حكيت لك مش هتفهم. حصه 3 ساعات بتاخد 5 عادي جدا، ممكن تاخد 6، ممكن مع واحد تاني ما تاخدش غير ساعه ساعتين. الفكره في ان انت حصلت قد ايه، وان انت بتسرع الفيديو عشان الفيديو يخلص وخلاص، ولا انت بتحاول تفهم وبتفهم كويس وبتحل وبتوصل لحته كويسه وبتعالج اخطاء. فهي دي الفكره كلها. الحصه ام 3 ساعات انا ممكن اخدها في ساعه ونص، اضرب الفيديو في 2 حرفيا ما فهمتش حاجه. في واحد تاني هياخدها في 6 ساعات، هيفهم كويس، هيسمع الشرح كويس، هيقرا من الكتاب بعديها، هيقعد يحل ويعمل 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 كل ده في نفس اليوم. فاذا هو الماده الواحده بتاخد معاه وقت كبير، بس في نفس الوقت هو بيخلصها في يومها في ليلتها، بيثبت المعلومه بحل. فاذا هو ده اكيد مستواه مش زي اللي خلص حصه في ساعه ونص، مع ان هنتكلم فعلي واحد خلص بدري وواحد خلص متاخر، يبقى ابو بدري احسن. لا، حرفيا اللي خلص متاخر هو احسن. ليه؟ لانه هو ظبط المعلومه في دماغه، رتبها كده في دماغه وخلاها متستفه. طيب هل مشكله التراكمات دي كانت مشكله كبيره قوي؟ يعني الصراحه لان التراكمات ما كانتش بس في العربي، ما كانتش بس في الكيمياء، ما كانتش بس في الفيزياء، كانت في كل المواد. عندنا ماده مثلا زي الرياضه، كنت انا علم رياضه، الماده دي 6 فروع، حرفيا الفرع اللي بتراكمه هو اكنها ماده. فطبعا كنت بعمل ايه؟ اراكم لحد ما انا وصلت لان انا راكمت حصه في الثانيه في الثالثه، كل ده لنفس الماده. اذا في الفيزياء مثلا لوحدها انا مراكم حصتين مثلا، وفي الكيمياء مراكم حصتين، وفي العربي مثلا مراكم بتاع 3 حصص 4 حصص، على اساس ان العربي سهل. كتير بيقول الكلمه دي وانا كنت واحد منهم. الانجليزي كنت براكم فيه بالكتير. ليه؟ اصل الانجليزي سهل، انا بقفل الانجليزي كل سنه. كل الكلام ده غلط. انسى بقى كل الهبل اللي انت كنت بتعمله. حرفيا انت لو عايز تجيب مجموع سيبك من الهبل اللي داير ده، الهبل ومش هيوصلك لحاجه. فالصح
ان انت، انا بقول لك مشكله التراكمات دي من دلوقتي وبتكلم فيها جامد قوي، لان حرفيا هي دي اللي ممكن وقعت مني درجات كتير في اغلب المواد. يمكن ربنا كرمني وهدخل الحاجه ان شاء الله اللي انا عايزها، بس في نفس الوقت هي وقعت مني درجات كتير. وفي ناس قدام كمان، انت مثلا زق مثلا معانا كده لشهر 1 ولا شهر 2 هتلاقي يقول لك ازاي ذاكرت في شهر 1 وطلعت من الاوائل، ازاي وصلت لشهر 2 ومش عارف جبت 90%. الكلام ده كله هري. فعشان اكمل لك بس في موضوع ونفضل مع بعضينا على وتيره واحده، انا فضلت عمال اراكم لحد ما انا راكمت الترم الاولاني، فجاء عليا الترم الثاني وحرفيا انا نفسيا كنت واقع في الترم الاولاني، لان انا بعد ما انا حاطط خطه مثاليه، انا حرفيا حتى ما مشيتش على نصها، ما مشيتش على ربعها، انا حرفيا ما بعملش حاجه، نفسي اذاكر بس مش متعود على قعده الكتاب اللي كنت بقول لك عليه. فانت بتيجي بتعاني، الساعه اللي بتقعد على الكتاب بتبقى كأنها سنين، نص ساعه اللي بتقعدها قدام فيديو بتحس ان انت مكتئب، بتحس ان انت مخنوق، يا عم انجز، يا عم سرع، مش متعود ان انت بتشوف فيديو تعليمي حرفيا تبقى قاعد مركز 100%. فقعدت احاول اظبط المنبه، واحاول اقوم بدري، واحاول اركز في الماده اكتر، واحاول احل اكتر، واحاول احل امتحانات احسن ومش عارف ايه. بس طبعا انا راكمت جامد، راكمت بطريقه غبيه كمان. يعني تقريبا نقول مثلا نمسك ماده زي العربي، كنت مراكم ربع الترم الاولاني فيها. نمسك مثلا الفيزياء، انا مراكم فيها بتاع 3-4 دروس. 3-4 دروس دي اصلا يعني كأنك انت بتتكلم في الفصل الواحد انت بتتكلم هو في 3-4 دروس الفصل الواحد. نمسك مثلا ماده زي الكيمياء، معادلات الحديد اللي حرفيا موضع اساسي في الامتحانات، انا ما شفتهاش الا في المراجعات، ده بجد مش بقول لك اي كلام. وبرضه الحمد لله عرفت انقذ نفسي قدام، يعني معجزه الهيه. فانا كنت مراكم تقريبا ترم، انت بتتكلم الترم الاولاني اللي هو كان مدته 3 شهور انا مراكمه، لو بنتكلم من شهر 8 لحد تقريبا 1 او حاجه زي كده. فانا معايا ترم ونفسيتي واقعه وعايز اظبط الدنيا، لان انا عايز اوصل لمجموع عالي. المجموع العالي مش هوصل له بالهبل اللي انا بعمله ده. فقلت اعمل ايه؟ خدت عهد على نفسي ان انا الترم الثاني هبقى كويس، وفعلا الترم الثاني كانت هي نقطة التحول بجد، اللي هي كانت حرفيا في شهر بقى، في اخر 12 في 1 في 2 كانت دي بداية التحول بجد. عملت ايه؟ حصة الفيزياء بتنزل بتخلص في ساعتها بواجبها، الكيمياء بتنزل بتخلص في ساعتها بواجبها، العضوية دي مسكتها نكتها طلعت عينيها. العضوية عبارة عن 12 درس، ال 12 درس دول انا بعد ما وصلت تقريبا للثامن اللي هي كانت خلصت الهيدروكربونات كلها وداخلين على المشتقات لحد الهيدروكربونات، انا كنت تمام بس بدات انسى بقى، احنا في الدرس الثامن وما برجعش. فرحت راجع لميت العضويه، ال8 دروس لميتهم لوحدي حرفيا في يومين. 8 دروس لميتهم في يومين، وقعدت بقى عمال طق حل، لدرجه ان المدرس اللي كنت باخد معاه مش هقول الاسامي دلوقتي، كان عامل امتحان وقفلته الحمد لله، هو امتحان تاني ونص فيه درجه، امتحان شامل في العضويه. فالواحد بدا يختلف وبدانا ايه، نلاقي ان في ثمره للي احنا بنعمله. العربي الصراحه، العربي ركمت الترم الاولاني فاثر على الترم الثاني. ازاي؟ جيت في الترم الثاني انا عايز اخش الحصص مش عارف اخش، هو قافلها لي، لازم اخلص حصص معينه، وفي حصص رقمتها كانت بمزاجي عشان اخلص في ماده ثانيه. انا هي الفكره كلها انا مراكم تقريبا اغلب الحاجات النحو، والنحو هو بالنسبه لي كان لحد ما دروس كتيره، حاجه و60 درس تقريبا، فده كتير. انما الادب ده عبيط، انا كنت ممكن اقراه كده على السريع واخش احل اقفل عادي. البلاغه كذلك، البلاغه كلها قديمه مفيش حاجه جديده. فانت لو كنت برضو لحد ما قاري في البلاغه من قبل كده، قاري يعني، مش بقول لك كمان جامد في البلاغه، قاري بس هتلاقي نفسك الدنيا بتمشي معاك، ومش بيجي منها اسئله كتير في الامتحان، فما تحطهاش يعني معضله بالنسبه لك. المعضله كلها في الامتحان هي النحو، وبعد كده المتحرر. مسكت النحو ومسكت المتحرر، انت عارفين انت ماسك 90% من الامتحان، عندك بقى 10% متنطورين في حتت تانية، ادب، بلاغه، معرفش ايه. المهم ان انت اغلب الامتحان نحو ومتحرر، عرفت تمسك الاثنين دول فانت ماسك العربي. فانا كانت مشكلتي بقى ايه في النحو، فعملت ايه؟ الترم الاولاني بيضيع مني او ضاع اوريدي، والترم الثاني بيضيع مني، فاعمل ايه؟ كنت باخد درس من هنا ودرس من هنا، درس من هنا ودرس من هنا، درس من هنا ودرس من هنا، لحد ما انا لو انت مش قادر تذاكر هنا وهنا. فكان الافضليه لمين؟ للقديم، مع ان ده غلط، عشان ما تعملش زي، عشان انت لو تشوف الفيديو ده قدام في شهر 1 ولا في شهر 2 ما تعملش زي. بس حرفيا هي دي كانت برضه فيها ميزه. الميزه اللي حصلت في الموضوع ده ان انا مسكت الترم الاولاني حرفيا 100%، تسالني اي سؤال في النحو حرفيا ادولك ايا كان ايه هو. فكنت مسكت الترم الاولاني كويس، والترم الثاني وقع منه دروس، كنت ماسك شويه دروس بس وقع منه شويه دروس. فجيت بقى في فتره اللي هي قبل المراجعات كمان، رحت ماسك العربي، مسكت النحو من اول درس لحد اخر درس. انا ماسك النحو بس، ولا بقى بحل قطع ولا بحل ادب ولا بحل بلاغه ولا في قصه بتتقري ولا تعبير ولا اي حاجه ممكن تشوفها في العربي.
ولا بتابع حصص اصلا. محمد صلاح كان منزل فيديوهات على اليوتيوب، كان ماسك النحو من اوله لاخره، فيديو 5 ساعات وفيديو تاني 7 ساعات، النحو كله في 5 وفي 7. مسكت الفيديو ال5 خلصته، وبعد كده مسكت ال7 ساعات ورحت مخلصه، مسكت النحو من اوله لاخره. وهو كان لسه على فكره محمد صلاح كان شغال في الدروس، كان في الحصص بتاعته. اتبقى لي مين؟ الادب والبلاغه. الادب والبلاغه حرفيا خدتهم في 3 ايام، الادب كله بتاع السنه كلها، والبلاغه كلها بتاع السنه كلها، والتعبير كذلك. مسكت ال3 دول. فحرفيا انا قبل ما تيجي المراجعات انا كنت راجعت العربي من الجلده للجلده، ده بالنسبه للعربي. وعلى فكره العربي اعلى درجه عندي بالمناسبه، ودي نقطه عايزك تاخد بالك منها، ان انا الماده اللي رجعتها بدري هي حرفيا الماده اللي كانت ليها افضليه، هي ما جاتش صدفه. يعني مش الماده اللي انا رجعتها الاول فهي كانت درجتها احسن، لا، الموضوع جه ان انت بتراجع كويس. جيت فتره المراجعات رجعت التاني كويس، جيت بعد فتره المراجعات دي قبل الامتحانات على طول بكام يوم رجعت كويس، فانت داخل الامتحان متمكن بس. وفضلت بعد الترم التاني عمال اصلح مشاكل الترم الاولاني في كل المواد، امسك الترم الاولاني فيزياء، امسك الترم الاولاني كيمياء. الكيمياء انا ركزت على الترم التاني اكتر، وجيت في المراجعات رحت مركز على الترم الاولاني. الفيزياء كذلك، بس مسكت الحديثه ركزت فيها قوي، ركزت في الحديثه قوي 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 زي ما عملت في العضويه اللي كان كتير من اصحابي وقعوا فيها بالمناسبه، وكان ناس كتير اعرفهم يا عم ايه الحديثه دي كلها نظري، كلها ما فيهاش قوانين ومش عارف ايه، عشان هم جايين متعودين على الحوار ان هم بيحلوا القوانين والكلام ده. فلا انا ركزت في الحديثه قوي، حفظت كميه النظر اللي فيها حليت فيها كتير. وبعد كده رحت راجع اشوف بقى من الاول. الفصل الاولاني اللي هو بالمناسبه اسهل فصل ممكن يعدي عليك، الفصل الثاني هو الاسهل من بعد الاولاني، الثالث ده الخطير بتاعهم، والرابع لحد ما متوسط برضه. فانا برضه بديك ايه هنتات اهو في النص ومساعدات عشان تبقى انت فاهم انت داخل على ايه في المواد. وكده كده ما تقلقش، هعمل لك فيديو لكل ماده لوحدها وازاي تتعامل معاها لوحدها وبس. هي دي كانت طريقتي عشان احاول الم الدنيا شويه. كل الكلام ده انا بكلمك في فتره ما قبل المراجعات، قبل ما نخش نراجع حرفيا، لان انا كنت قبل ما يبدا مراجعات انا في مواد ما خلصتهاش. كانت مثلا الرياضه ما كانتش خلصت، الرياضه كان فروعها كتير، وكانت بخلص فرع الفرع الثاني بيتنسي، فعايز ايه ادمج بين الفروع كلها وابقى شغال في كل فرع، فكانت كتيره شويه. ماده زي الكيمياء كانت متعبه شويه بالنسبه لي، لان انا كنت سايبها جامد وانا كنتش مهتم بيها قوي الصراحه في اولى وثانيه، فتعبتني شويه الصراحه. وصلنا لفتره المراجعات تقريبا انا مخلص اغلب المواد تقريبا، في مواد ما كانتش خلصت على فكره في فتره المراجعات. فتره المراجعات دي عشان بس تبقى فاهم انا فاضل لي شهرين بالظبط واخش الامتحان، فانا قبل الامتحان بشهرين انا في مواد قسما بالله كان فيها دروس ما اتفتحتش في فتره المراجعات. انا حسستك ان انا فاشل، انا عارف، بس هو ده الوضع، الوضع كان كده، والحمد لله عرفت انقذ نفسي. طبعا جيت في فتره المراجعات لميت فيها جامد، مسكت الكيمياء من اولها لاخرها حرفيا، كنت بحل بقى امتحانات شوامل. في امتحانات كنت بوصل فيها لدرجات كويسه، مش هقول درجات معينه الصراحه، بس كنت الاول كنت بجيب النص عادي جدا، كنت بجيب النص في الامتحانات. لا جيت في فتره المراجعات دي لا بقيت بجيب ارقام كويسه. وصلت فتره المراجعات كانت الوضع حلو الصراحه، مش هقول لك لا، بس مش هضحك عليك برضو، الحاجات اللي انا كنت بحاول احشرها في وقت صغير جدا 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 هي اللي جت قرفتني. يعني كان في دروس في الكيمياء وفي العربي وفي الانجليزي، الدروس دي ما كانتش اتفتحت اصلا، فجيت عملت ايه؟ كنت مش عارف اصحى بدري، انا مش عارف اصحى بدري دلوقتي، فاعمل ايه؟ هضيع السنه مني؟ لا، كنت بصحى عادي 12 الظهر عادي وافضل قاعد مطبق لحد الفجر. هبقى انزل لكم الصور بتاعتي الفتره دي عامله ازاي، هحطها لكم هنا. انا كان بيجي لي ايام انا بسقط وانا على الكتاب بعمل كده، بخطف كده بجد كان بيحصل، واصحى اللي هو الرعب اللي جواك اكبر من النوم، اكبر من احساس ان انت تعبان، الرعب اللي جواك ان انت مش هتوصل اللي انت عايزه بس. وفضلت بقى في فتره المراجعات دي عمال اضغط الحاجات اللي مش عارف افهمها قوي، او الحاجات اللي انا ركنتها قبل كده، او الحاجات اللي كنت مراكمها، قعدت اضغط واحاول احل امتحان، اضغط واحل امتحان، اضغط واحل امتحان. طبعا الكلام ده خلى المعلومه ايه مش مترتبه كويس ومش محطوطه في دماغك كويس، ممكن تنساها بسرعه لان انت عمال تضغطها وبتذاكر كمان. انا كنت بذاكر في اوقات ما ينفعش المذاكره فيها اصلا، كنت بذاكر الساعه 2 والساعه 3 وببقى سهران اصلا من بعد الظهر، يعني قاعد من بعد الظهر، قاعد بعد الساعه 12، يعني مثلا الساعه 12 جت انا من 12 دي لحد الساعه 2 و3 انا مش من على الكتاب، وحرفيا الاكل كان بيتحط جنبي انا ما باكلش. الفتره دي كانت وحشه نفسيا وجسديا وذهنيا، وكنت الواحد بيبقى متعصب دايما ان انت مرعوب حرفيا من جواك، انت حاسس ان انت بتوتر نفسك وحاسس ان انت بتجازف بحاجات كتير، لان انا كنت وصلت لمرحله ان انا بفاضل بين المواد. انت فاهم انا وصلت لايه؟ بفاضل بين المواد. يعني ايه بفاضل بين المواد؟ يعني انا عندي عربي
والانجليزي دلوقتي فيهم مشاكل. فانا وصلت لمرحله مش ان انا هعمل العربي والانجليزي، لا انا بفضل بين العربي والانجليزي. يعني مين اللي هسيب فيها تراكمات؟ انت فاهم انا وصلت لايه؟ طبعا كانت نزلت لنا بقى الامتحانات الاسترشاديه بتاعت الوزاره، كان 10 امتحانات في كل ماده. في مواد اصلا ما كنتش فتحتها حرفيا بجد، يعني الفيزياء ما كنتش فتحت ولا امتحان استرشادي لحد 3 ايام اللي هم بتوع ليله الامتحان ده بجد. بس كنت حليت امتحانات ثانيه، بس الاسترشادي ما كنتش حرفيا ما كنتش حليت ولا امتحان. الرياضه كنت حليت في التطبيقيه، ما حليتش في البحث ولا امتحان. التطبيقيه كنت حليت فيها تقريبا 6 أو 7 امتحانات، 7 امتحانات بالظبط. كان فاضل لي 3 امتحانات، والكلام ده كان فاضل لي بتاع شهرين. فاهم حاجه؟ يعني انا حليت 7 امتحانات وكان فاضل لي 3 امتحانات بس، وكان لسه فاضل لي شهرين على ما تيجي الامتحانات. فالتطبيقيه بصراحه حتى رفعتني في الدرجات جامد قوي. العربي مثلا، العربي كنت خدت تقريبا في اول امتحانين 3 كنت شغال خارجي مع نفسي، لان العربي كنت شايف ان انا مش محتاج قوي الاسترشادي، لان اغلب الامتحان متحرر والتركيز كله على النحو والادب والبلاغه، تقريبا ده منهجك، وفي تعبير بس التعبير برضه قليل. كنت بركز على النحو قوي لان كده كده كان في مشكله، والادب والبلاغه كده كده بقفلهم في العادي يعني. وسؤال القصه انا قسما بالله القصه دي ما فتحتها، اقسم بالله ما اعرف القصه بتتكلم عن ايه لحد دلوقتي. انا ليه عملت كده؟ مش عشان برضه بضيع نفسي، السؤال بيجي متحرر، فانت مش مهم ان انت تبقى عارف القصه بتتكلم عن ايه، كده كده هيجيب لك حته من القصه زي قطعه كده تقراها من القصه، وقطعه تانية برضه خارجيه، وهيقعد بقى يسالك اسئله عليهم، هتوازن ما بينهم، حاجه تاكد، حاجه تدل، حاجه ايا كان السؤال اللي هيساله لك. المهم ان انت مش هتحتاج ان انت تقرا القصه في حاجه. انا بالنسبه لي القصه دي لما كنت بسمعها، مع اني ما سمعتهاش غير مره ولا مرتين في السنه كلها، لما كنت بسمعها كنت اللي هو ايه، انا قاعد باكل فشار، فاهم اللي هو انا بتفرج على فيلم دلوقتي. فلو مش عايز تتابعها ولا تركز معاها ما تتابعهاش، وعادي انا سؤال القصه قفلته عادي جدا والدنيا كانت حلوه. فبس عشان نطلع من النقطه دي، كان في مواد ما فتحتش فيها النماذج الاسترشاديه، وفي نفس الوقت المواد اللي انا ضغطتها في وقت قليل جدا هي دي اللي قرفتني ساعه المراجعات، والحرفيا لحد ليله الامتحان كانت هي اللي لسه عامله لي برضه مشاكل. بس وحرفيا السنه خلصت، كان فيها مشاكل في الاول وحاولت احلها على مدار السنه، ظهرت لي مشاكل جديده حاولت احلها، ما كانش فيه وقت كافي فحاولت اسهر. المهم ان انا كنت بتشقلب عشان اصلح وضعي، ولحد ليالي الامتحان انا كنت خايف لحد ما ربنا كرمني في الاخر والحمد لله. يعني توقعاتي عن الامتحانات الصراحه كانت الوزاره بتقول دايما، الناس تطلع من الوزاره دايما بتقول الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط. انا دخلت مثلا امتحان زي امتحان الكيمياء، انا لقيت لك بلوى، حرفيا لقيت لك امتحان يعني صعب بطريقه غبيه، مش ما يتحلش، في ناس قفلته، بس الامتحان كان تقيل وبس. والسنه خلصت على كده، وخلصت الامتحانات على كده. لما خلصت الامتحانات خالص وخلصت اخر ماده عليا، كنت عارف ان انا هجيب مجموع في الرينج معين، والحقيقه ان انا مجموعي كان من نفس الرينج، لان انا عارف انا برضو ايه اللي غلطت فيه وقد ايه غلطت برضو، ودرجاتي فين ويعني في انهي حته بس. والحمد لله ان ربنا وفق الواحد، وان شاء الله ربنا يكتب لنا كل اللي احنا عايزينها، يعني ان شاء الله هدخلها وبس. يمكن الواحد استهتر في بعض الفترات، وفي فترات تانية الواحد كان مستوى وحش فيها بس ما كانش بإرادته. في فترات انا كنت وحش فيها بإرادتي، في فترات تانية كنت وحش فيها من غير إرادتي. اضطريت ان انا اذاكر كويس، اضطريت ان انا اتعب نفسي، وربنا شاف المجهود فكرم الواحد في الاخر. الواحد كان تعبان، تعب، سهر، حرمت نفسي مثلا من حاجات كتير عشان توصل لحاجه معينه، لازم تحرم نفسك من حاجات معينه، وده اللي انا عملته. فربنا شاف كل التعب ده وكرم الواحد في الاخر بس، والحمد لله. بعد ما خلصت تجربه حياتي والقصه اللي انا حكيتها لك دي كلها، انا حبيت احكيها لك، بس مش انا احكي لك قصه حياتي واقعد احكي لك من هنا للصبح، انا ليه نشف اصلا. الفكره كلها ان انا بحكي لك عشان اوريك ان السنه مش بتمشي مثاليه زي ما انت فاكر. لازم انت تحط سيناريو معين، بس خليك عارف ان السيناريو ده انت تطلع بره، وممكن تطلع بره خالص، يعني كمان مش قريب منه، انت ممكن تطلع بره خالص. فلازم تبقى بتعرف مرن، وبتعرف تتاقلم على الاوضاع الجديده اللي هي ما كانتش في دماغك. خلينا بقى نبدا في المهم، انت المفروض هتبدا السنه ازاي، وايه النصايح اللي ممكن اديها لك، اللي حرفيا لو انا كنت يعني حد قالها لي كنت ممكن جبت مجموعه اكتر من كده. نصيحه رقم 1، حاول تنام بدري وتصحى بدري من دلوقتي، حتى والكورسات التاسيسيه نازله، او حتى مثلا اول حصه نزلت من كل ماده، حاول تبدا تعود نفسك من دلوقتي، وحاول تعود نفسك على قعده الكتاب من دلوقتي، بالذات لو انت ما كنتش بتفتح كتاب من قبل كده. اللهم بلغت، خليك فاهم دي، عشان دي عانيت منها طول السنه وانا حكيت لك. الحاجه الثانيه، ابعد تماما عن التراكمات، ابوس دماغك. لو عايز ناجي ابوس دماغك حاجه، بوس اقسم بالله. التراكمات قسما بالله لو واحد ما عرفش يتعامل معاها لا تبقى كابوس. انا بالنسبه لي كانت كابوس، انا كنت بصحى وانام خايف
بسبب التراكمات دي، لان هي على طول شغاله في العقل الباطن، الجسم مش مرتاح، العقل مش مرتاح، حتى فتره الراحه وفتره النوم مش عارف ارتاح فيها. فمن دلوقتي ما تراكمش. طب اصلا الحصص ما نزلتش، ابدا في الكورسات التاسيسيه وابدا فيها يا عم، ما تذاكرهاش جامد قوي. انا ما فتحتش الكورسات التاسيسيه على فكره، بس هي اثرت معايا. انا لو مكانك هبدا كورسات التاسيسيه، مش هذاكرها قوي، بس هتعود على فكره ايه، ان الفيديو ساعتين 3، وان انا بقعد ساعتين 3 قاعد مركز في الشرح، وان انا معايا ورقه وقلم وبدون، وان انا بحل حتى لو قليل مش كتير. لازم اعود نفسي على قعده الكتاب من دلوقتي. طيب في حاجات تانية هنصحك بيها انا ما كنتش بعملها الصراحه، انا كنت بعرف احكم نفسي فيها، بس هقولها لك يمكن انت تكون واحد من الناس دي. فكره الصحاب. بص يا صاحبي، انت مجرد ما هتجيب مجموعه او صاحبك هيجيب مجموعه، خلينا سيبك منك انت خالص، مجرد ما صاحبك هيجيب مجموعه اللي انت بتنزل معاه القهوه، قسما بالله ما يعرفك تاني، وقسما بالله هتحس ان طريقته اختلفت، وقسما بالله هتحس انه بيكرفك. فانا بخلصها لك من دلوقتي عشان بس ما تحطش في دماغك لا ده صاحبي واخويا ومش عارف ايه. اللي هيبقى صاحبك واخوك وبينزل معاك كل يوم، انتوا الاثنين هتبقوا زي بعض، بل كمان في واحد منكم هيبقى درجته اعلى من الثاني وهتحقدوا على بعض. اللي درجته قليله هيحقد على درجته اعلى، يقول لك ازاي ما كان بينزل معايا، ما كان بيروح، ما كان بيجي، ازاي لا في حاجه غلط في الدرجات، انا اتظلمت. زي ما الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه ده كل شويه، يقول لك انا اتظلمت انا اتظلمت. مفيش حد اتظلم، الورق بيتعلم بابل شيت وفي سؤالين مقالي في كل ماده. فانت ما فكره ان حد مثلا تسمعه يقول لك انا اتظلمت انا ما اتظلمتش ما اعرفش ايه، مفيش الكلام ده. انا الغلطات اللي غلطتها والمجموع اللي انا جبته ده مجموعي، الحمد لله مجموع كويس، بس ده مجموعي، والغلطات اللي انا غلطتها كانت غلطاتي، وفي ناس ثانيه كتير غلطاتها. الناس بقى اللي انت بتسمعهم 4% واللي مش عارف جاب كام، دي حالات خاصه، محدش غير الورق، محدش كتب حاجه مكان حد. اللي كان بيعدل الاجابه في البابل شيت كان بيجيبوا له ورقه انه بيمضي وبيتدبسوا في الورقه بتاعته ان هو غير اجابته بنفسه، عشان ما يتقالش ان في مدرس غير الاجابات. فمحدش يضحك عليك بالهبل ده. احنا كنا جوه اللجنه وانا عارف انا بقول لك ايه كويس، مفيش حد بيغير حاجه. فنرجع بقى لنقطه الصحاب، ما تمشيش مع صاحبك معلش 24 ساعه لو انت عايز توصل لحاجه. لو انت مش عايز توصل لحاجه وعادي مش فارقه معاك اي كليه وخلاص زي ما الناس كتير بتقولها، الفكره مش بقلل منهم، ده واحد مش عايز يجيب مجموع كبير، فبالتالي مش لازم يعمل مجهود كبير. يعني هي محسوبه كده، واحد دلوقتي عايز يخش هندسه بتجيب ما فوق ال90، فاذا انا لازم اجتهد جامد. واحد تاني كان صاحبي عايز يخش حقوق بتاخد من كام، من حاجه و60 في اواخر الستينات كده، فهو لما جاب حاجه و70 كان مبسوط وبيتنطط. المرحله الاولى مثلا كانت ادبي، كانت واخده من 71 وهو جايب 74، فهو مبسوط وبيتنطط. هو غلطان كتير وفي مواقف كتير واقع فيها وجايب يعتبر فيها ما فوق النص حاجات بسيطه، بس هو مبسوط، هو وصل اللي هو عايزه. فبما انك عايز توصل لمجموع عالي، وانا بكلم الناس دلوقتي اللي بتارجت مجموع عالي وبالذات اللي في علم الرياضه، لان انتوا هتتفشخوا. انا بجيبها لك صريحه مش هضحك عليك. لازم تجتهد كويس، وتبعد عن صاحبك اللي كل شويه ينزل معاك. طيب هتعملها له ازاي؟ حتى دي بقول لك بالتفاصيل اهي. هتعملها ازاي؟ اكيد مش هتنفض للناس، لا قول والله انا عندي 1 2 3 اخلصه وانزل معاك، خلص. مش عاجبه ما تعرفوش تاني، هو مش عاجبه ما تعرفوش تاني. حب نفسك، حب مصلحتك، انت يا عم لو اتقال لك ان انت بتاع مصلحتك، انا بتاع مصلحتي، امال هبقى بتاع مصلحه مين؟ لما انا النهارده مش هبقى بتاع مصلحتي، امال هبقى بتاع مصلحه مين؟ فلازم تهتم بمصلحتك كويس، ولازم تركز وتبص على مستقبلك. اللهم بلغت. طيب في برضه نقطه مهمه، هي دي قدام شويه، بس انا برضه قلت لك هعمل لك الفيديو ده اكنه مرجع هترجع له في اي وقت، حرفيا ده مرجع ليك طول السنه، ولا تتفرج على سين ولا صاد ولا عين ولا تتفرج على فيديوهات تانية خالص. هو الفيديو ده عايزك ترجع له من اول السنه لاخرها. عايز تعدي الحته بتاعتي وتخش على الجزئيه اللي انت هتعوزها مش مشكله، المهم ان انت تركز انت داخل عايز ايه من الفيديو، والفيديو ده حرفيا مرجع ليك من اول السنه لحد اخرها. طيب النقطه بقى اللي جايه اللي هي ايه، اللي هي قلت لك قدام شويه، اللي هي نقطه ازاي تتعامل في فترات الضعف. انا كان بيجي لي اوقات حرفيا النفسيه واقعه، انا بهرب من المذاكره ومن الضغط ومن التعب بتاع اليوم للنوم، مبقاش عايز انام بس بنام. في اوقات تانية كنت الصراحه وانا واقف اصلي كنت بعيط، يعني انا مش عارف اقف اصلي، فاهم الفكره؟ انا مش عارف اقف اصلي من الرعشه اللي انا فيها وكميه الدموع اللي انا حاسس ان انا ضيعت نفسي. برضه انا باني نسخه مثاليه قوي، انا طلعت براها، انا طلعت بره، فاهم؟ بره النسخه المثاليه. فصعب على نفسك قوي ان انت تتعامل معاها لوحدك، فتحتاج فعلا ان انت تقرب من ربنا قوي، مش عشان حاجه معينه بس كمان في فتره ضعفك لازم تقرب، فتره ضعفك لازم تقرب قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه كان ماشي بنفس المبدا ده، ان اول ما بتجيب الدنيا والكروب عليه بتزيد والضغط عليه بيزيد بيعمل ايه؟ بيفرغ للصلاه. فكان لازم انا اقتدي بالرسول في الحته دي كمان، كان لازم ان انا اول فعلا ما اتعب هروح للحته دي. والصراحه
انا كنت مجرد ما بخلص صلاه واقعد اشكي كل اللي جوايا واقول كل التعب اللي جوايا، كنت بحس ان انا مرتاح. على فكره الضغط كان لسه زي ما هو، التراكمات كانت لسه زي ما هي، ما اتحلتش يعني، ما بقتش من الاوائل كنت لسه عادي بجيب النص في الفتره دي عادي جدا. بس نفسيا انت بترتاح واحده واحده، ربنا بيهون عليك وبينزل على قلبك السكينه. فالجزئيه دي مهمه قوي 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 قوي. ممكن تطلع من الفيديو كله بالحته دي. اخر حاجه خالص واللي هي تقريبا هنختم بيها، واللي هي فكره الكورسات التاسيسيه، تبدا فيها ولا لا؟ الكورسات التاسيسيه قولا واحدا ابدا فيها، حتى لو مش هتبدا فيها جامد ابدا فيها لانها تفرق معاك، هتعودك على قعده الكتاب. دي مرحله تاسيسيه تاهيليه. المدرسين بتاخدها من ناحيه ان انت مثلا لو في الرياضه انت بتاخد اسس الرياضه عشان تعرف تكمل، لا انا بقول لك خدها من ناحيه تاسيسيه تاهيليه، لان انت تتعود اصلا تقعد على الكتاب، لان انت تتعود على فترات الفيديو الكبيره، الثلاث ساعات اللي بتخلص في 5، فيديو الثلاث ساعات اللي بيخلص في 5 لازم تتعود عليه، لازم تشوف في عينك، لازم جسمك ووضعك ونومك وكل حاجه لازم تتعود عليه من بدري عشان تعرف تخش بقوه في المنهج بتاعك. بس كده سيدي، ده كان كل السنه حرفيا. هي سنه متعبه بس في نفس الوقت بتوصلك ليه حاجه انت عايزها، فلازم تهتم بيها ولازم تركز فيها. من كده يكون قلت لك من اول تجربتي لحد ما انا خلصت الامتحانات ولحد ما طلعت النتيجه، وقلت لك ازاي تتعامل في الفترات اللي انت فيها، في الفترات المختلفه. فتره البدايه ازاي تتعامل فيها كويس، الفتره الثانيه بتاعت الضعف ان انت ضعيف حاسس بضعف حاسس بالنفسيه واقعه، وقلت لك اخر حاجه خالص من الجزئيه المهمه جدا اللي هي بتاعت الكورسات التاسيسيه، فعلا لازم تبدا فيها. هي مش مجرد كلام ومش مجرد فيديوهات المدرسين بيحطوها، لا، مفيش لعيب كوره بينزل بيلعب على طول، مفيش واحد بيجري بينزل يجري على طول. لازم قبل ما تخش السباق لازم تسخن عشان ما يجيلكش شد، لان انا جالي شد، ده انا ما جاليش شد واحد، انا جالي شد واثنين وثلاثه، عشان ما تحصلش ان انت تعبان نفسيا وتحتاج بعديها بفتره ان انت فعلا تتعافى واحده واحده، تحس ان انت كده. لا، ما تضغطش على نفسك، ابدا واحده واحده، ابدا من الاول، اسبق الناس اللي معاك، بس ما تسبقش اللي هو انا بجري، لا، مفيش حد بيبدا السباق بيجري. ابدا واحده واحده كده، اهل نفسك، سخن وما اعرفش ايه، وواحده واحده، وبعد كده اجري بقى. في شهر كده معين بالذات، في شهر واحد ولا في 2 ابدا اجري، اللي تعرف تجري. لو انت بقى عايز تعرف المدرسين اللي انا خدت معاهم وايه المدرسين اللي ما خدتش معاهم واتفرجت عليهم في فتره المراجعات ولقيتهم كويسين جدا واحسن من الناس انا خدت معاهم، او دمجت ما بينهم وبين مدرسين مثلا كنت باخد معاهم، والكتب اللي انا كنت شغال منها، وايه الحاجات اللي فعلا لازم تشتريها وايه الحاجات اللي ما ينفعش تشتريها، او حاجات تانية مثلا ليها فايده لازم تعملها، او مثلا مواقع ذكاء اصطناعي كنت انا بستخدمها بتوفر عليا في وقت كتير، او مثلا ازاي تعمل جدول كويس تمشي عليه فعلا، لان انا كنت بعمل جداول وما بمشيش عليها، ازاي تعمل فعلا الجداول تمشي عليها، لان انا جيت التزمت في الاخر وعملت جداول مشيت عليها، فلما كنت عملت مليون الف جدول وما مشيتش عليه. فازاي تعمل جدول صح مناسب لقدراتك ومناسب لوقتك، وازاي تتعامل مع الشوامل، لان انت كده اغلب الدفعه كلها هتخش الشوامل هتجيب فيها النص، حتى الناس اللي هتطلع من الاوائل في اخر السنه هيخشوا ممكن يجيب نص او فوق النص، حاجات بسيطه. لو حابب تعرف ازاي تتعامل مع الشوامل، ازاي تعمل جداول، الكتب، المدرسين، كل الكلام ده ممكن تكتب لي تحت لو انت حابب اعمل لكم عليها فيديوهات الفتره الجايه. وبس كده يا سيدي، التوفيق ان شاء الله.